تراجع اوفلاين ولا اونلاين. والمره دي مش هقول لك الموضوع بيختلف من طالب لطالب، المره دي هقول لك رايي بناء على تجارب لناس جابت فوق ال 90%. ومبدئيا حضرتك لازم تستغل كل دقيقه من وقتك الفتره دي انك تذاكر فيها. لسه في وقت، ولكن وقت للمذاكره فقط لا غير. ولازم تبعد عن اي حاجه بتضيع وقتك. ويمكن في حاجات كتير انت على علم قوي ان هي بتضيع وقتك، زي القعده مع اصحابك على الفاضي، او فكره ان انت تمسك التليفون او الكلام ده كله. والحاجات دي لما بتعملها بيبدا ضميرك يأنبك. ولكن للاسف بقى في حاجات تاني بتضيع وقت وانت ضميرك ما بيتأنبش اللحظه حتى، وبتبدا ان انت تضيع وقت في الحاجه دي وبتبقى مرتاح جدا جدا، وبتبقى فاكر ان انت بتعمله ده صح. ومن ضمن الحاجات دي للاسف الفتره دي هي الدروس الاوفلاين. لان انت لما بتنزل الدرس الاوفلاين نص ساعه لبس قبل طبعا ما بتتحرك والتجهيزات والكلام ده كله، وكمان الوقت اللي انت بتستناه للمدرس في الدرس، ده غير طبعا الطريق، ده غير ان انت وانت راجع بتقعد تتمشى مع صاحبك. كل الكلام ده طبعا تضييع وقت كتير جدا جدا في فتره لا تحتمل ذلك. وفي النهايه لو جيت سالت نفسك هو ايه الوقت اللي ضاع ده كله، هتقول يا عم ما انا كنت في الدرس. فدي مشكله كبيره جدا انت بتقع فيها. فالاصح الفتره دي ان انت تلجا للمراجعات الاونلاين. مش هقول لك راجع اونلاين في كل المواد، لان في بعض من المواد انت ما بتفهمهاش غير اوفلاين، وانا عارف الكلام ده كويس. ولكن على الاقل قلل الدروس الاوفلاين جدا جدا الفتره دي علشان تستغل صح كل دقيقه من وقتك. ففي النهايه الافضل ليك الفتره دي انك تراجع اونلاين يا ابو الطلاليب. ولو محتاج تعرف اي تفاصيل عن المراجعات النهائيه مع الكابتن في مواد الجغرافيا والتاريخ، تواصل من خلال الرقم اللي ظهر قدامك دلوقتي على الشاشه او اللي هتلاقيه في الكومنتات. واكتب لي دلوقتي في الكومنتات هنضمن ال 80 درجه مع الكابتن، عشان هختار منكم عدد عشوائي يتعمل له خصم قوي جدا على المراجعات النهائيه.